تخيل تعيش في بيت عادي جدا وتصحى على خبر وفاة حد من أهلك، واحد ورا الثاني، والسبب محدش يعرف. هل الجن هو السبب ولا في يد بشرية خفية ورا الجرائم دي؟ هنعرف كل التفاصيل بس بعد شوي. القضية دي واحدة من أغرب القضايا اللي هزت 27 محافظة في مصر. جريمة بدأت بموت طبيعي وانتهت بكشف حقيقة مرعبة على لسان طفلة صغيرة في واحدة من قرى محافظة الغربية. كانت في عيلة بسيطة عايشين مع بعض في بيت واحد، الأب والأم والابن الأكبر اسمه جمعة اللي اتجوز بنت طيبة اسمها صباح، والأخ الثاني اسمه رمضان أعزب، والأخ الثالث والأصغر اسمه صبحي. كانوا بيشتغلوا في أرضهم وبيربوا مواشيهم والدنيا ماشية طبيعية لحد ما بدأت حاجات مخيفة بتحصل في البيت. بعد 2 من جوازه فجأة جمعة الابن الأكبر مات وهو نايم. مراته صباح دخلت تصحيه لكن ما ردش عليه. اخواته شافوه مرمي على السرير، خدوه وطلعوا بيه على المستشفى مباشرة، لكن الدكتور قال لهم البقاء لله، ابنكم مات موتة طبيعية. وبعدين هنعرف أسرار إن جمعة ما ماتش موتة طبيعية. لكن خلينا نكمل. مفيش علامات تعذيب ومفيش إصابات، كل حاجة شكلها طبيعي. الأهل سلموا أمرهم لله ودفنوا جمعة بدون أي شك في الموضوع. لكن الحقيقة كانت أبعد ما تكون عن الموت الطبيعي. بعد وفاة جمعة العيلة قررت إن أخوه صبحي يتجوز صباح علشان تفضل موجودة في البيت مع أولادي، وفعلا الجوازة تمت. بعدها ب6 شهور تحصل مفاجأة تانية. صبحي مات بنفس الطريقة بتاعت جمعة، نايم وبدون أي سبب واضح. الدكتور نفس الوضع، قال الوفاة طبيعية، يعني صبحي مات موتة طبيعية. الأهل قالوا قضاء الله وقدره، والجيران قالوا أكيد البيت مسكون. لكن الحقيقة الموت ما وقفش عند كده. بعد 1.5 سنة الأم ماتت فجأة برضه بدون أي مرض معروف. ثم حصل صدمة كبيرة. رمضان الابن الثاني كان متجوز وعنده طفل عمره أسبوع واحد بس. رجع البيت بعد ما خلص شغله في الأرض بتاعته علشان يلاقي ابنه بيصرخ بأعلى صوته ومراته اللي اسمها نشوة ميتة على الأرض. الموضوع كان هيعدي زي كل مرة، لكن حصلت حاجة خلت الخوف والرعب يدخلوا باقي أفراد الأسرة. الدكتور لاحظ حاجة غريبة، في إحمرار حوالين رقبة نشوة، والبنت دي ماتت مخنوقة، وفيه شبهة جنائية في الموضوع. فالشرطة دخلت في الموضوع وبدأت التحقيق اللي كشف أسرار أخطر مما يتخيلها أي بني آدم. بعد ما الشرطة بدأت تحقق قرروا يسألوا شاهد، بنت صباح الصغيرة، بنت صباح من جوزها الأول اللي كان عندها 6 سنين بس. وساعتها الطفلة قالت كلمات خلت وكيل النيابة يستغرب من اللي بيسمعه. الطفلة بتقول ماما هي اللي قتلت نشوة، خنقتها بالإشارب اللي على راسها. والشرطة مصدومة والأهل مش مصدقين، ازاي طفلة تقول حاجة زي كده؟ لما الشرطة واجهت صباح باعتراف بنتي حاولت تنكر، لكنها انهارت في الآخر وقالت الحقيقة بالكامل، هي اللي قتلت نشوة وموتت أجوازها الاثنين جمعة وصبحي، ده غير حماتي. لكن السؤال المهم، ازاي قتلت الناس دي وليه؟ وايه السر اللي يخلي الدكاترة ما تعرفش سبب الوفاة ويخليهم يقولوا الموت طبيعي؟ صباح كانت بتستخدم سم معين خطير جدا، وهنا ما احبش اقول اسم السم علشان اصحاب النفوس الضعيفة، وكانت بتحط السم ده في الاكل. السم ده ملهوش ريحة ولا طعم وبيموت الضحية ببطء، وبيبان انه موت طبيعي جدا مفيش اي تدخل بشري فيه. والصدمة الاكبر كانت بتقتلهم علشان تورث الارض والبيت والمواشي، وكانت ناوية تتجوز عشيقي اللي اسمه أحمد وتعيش معاها بكل الفلوس والميراث دي. بعد التحقيقات تم استخراج جثث جمعة وصبحي والأم، والطب الشرعي أكد إنهم ماتوا بالسم. تم الحكم على صباح بالسجن 25 سنة بعد ما قتلت عيلتها بالكامل علشان الفلوس. أما أحمد العشيق فأثبت التحريات إنه ملوش علاقة باللي حصل نهائيا، واتحبس مؤقتا وبعدين خرج علشان ما فيش أدلة تدينه. العبرة من القصة دي، الطمع مقبرة للإنسان. الطمع خلاها تقتل أقرب الناس ليه، الغدر خلاها تدمر حياة كاملة علشان الفلوس، وانتهى بيها الحال في السجن. اكتب رأيك في التعليقات في القصة دي وفي شخصية صباح، وبعد كده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك القصص الجديدة أول بأول. سلام.